لو اتجرحت في ايدك او اتجرحت في ايدك، مش اهم حاجه ان اجري اروح اخيط الجرح، اهم حاجه ان اطمن على الاوتار المسؤوله عن الحركه او الاعصاب المسؤوله عن الاحساس في الصوبع او في اليد. لان اليد عضو معقد جدا، في عظام دقيقه، اوتار مسؤوله عن الحركه، اعصاب مسؤوله عن الاحساس، واوعيه دمويه بتغذي الايد. في حوادث القطع او التهتك، يعني جرحت بسكينه، بصفيحه في البيت، بشيل ازاز، جرح ايدي، ممكن يكون الإصابة الداخلية مش ظاهرة، فالضرر ما يكونش ظاهر لكن جوه في قطع في عصب أو وتر. جراحات اليد هي جراحات معقدة بتقوم على أساسا تثبيت الكسور، إصلاح الأوتار، توصيل الأعصاب، أو أحيانا لو جزء مبتور إعادة توصيله. السر في النجاح هو التشخيص المبكر، التدخل السريع عشان نقدر نستعيد الوظيفة في أقرب وقت. مش هدفنا ان الجرح يقفل بس، الهدف هو استعادة الحركة والاحساس يرجع تاني. لو تعرضت لاصابة قديمة او عند حضرتك اي اصابة مأثرة على الحركة او الاحساس، ممكن تبعت لنا على رسائل الصفحة، والفريق المتابع في العيادة هيساعد حضرتك في حل مشكلتك. كان مع حضراتكم دكتور محمد بشر، استشاري جراحات تجميل وجراحات اليد وتنسيق القوام وجراحات السمنة المفرطة. دمتم في امان وعافية.